عودة برشلونة، عودة الدوري الاسباني، عودة الدوري الاقرب الى قلبي مهما حبوا الدوري الانجليزي. سيفضل وسيظل، مش عارف ايه سيفضل دي، سيظل الدوري الاسباني الدوري الامتع والمهاري وكل حاجة. وابتدينا جدل كده من الاول، هل الهدف الاول مستحق؟ هل ظلم ريال مايوركا النهارده؟ هل الهدف الثاني مستحق؟ هل كل اللقطات والحاجات التحكيمية الجدلية اللي حصلت النهارده دي اتظلم فيها ريال مايوركا ولا برشلونة كان ليهم حق؟ كل ده هنتكلم فيه النهارده كده كده، فعايزك تركز معايا كويس قوي وتعمل لنا لايك بسرعة، عشان ده اول فيديو تحليل ينزل بعد الماتش على طول. هتلاقيه بعد ما نزل الماتش باقل من ساعه. وما تنساش تعمل لنا سبسكرايب عشان نقدر نحط الدرع ورانا، ويلا بينا نخش على طول كده بسرعه. كنت عمال محتار ابتدي منين والله يعني بسم الله ما شاء الله النهارده في فرايتي كتير قوي نقدر نبتدي منها. فكنت بفكر في الاول ابتدي يعني بشكل تسلسلي كده احداث المباراه من الاول لحد النهايه، بس لقيت ان في طريقه احسن ممكن نبتدي بيها، وهي الاهداف. خلينا نمشي كده بالاهداف واللقطات التحكيميه اللي حصلت النهارده. ماشي، الهدف الاول اول لقطه تحكيميه وجدليه حصلت النهارده، وهي ان الكوره المفروض ان هي خرجت اوت قبل ما تترفع اساسا، وقبل ما توصل لدماغ رافينيا وتخش جول. واعتقد دي حاجه يعني ممكن تبان لك ان هي خرجت فعلا بكامل محيطها زي ما ناس كتير بتقول من زاويه معينه، ولكن من زاويه تانية اعتقد من وجهه نظري على حسب ما انا شايف ان الكوره دي ما خرجتش. انا عارف طبعا ان في تقنيات زياده هنقدر نحلل حاجه زي كده، بس بعد الماتش بفتره ممكن بعديها بيوم مثلا تحليلي المنطقي والدقيق جدا يظهر، ولكن بنظره مقربه كده سريعه عشان ما نوقفش كتير في حاجات ملاش اي لازمه. يعني اعتقد ان هي على نظر انا او الحاجه اللي انا شايفها ان هي من الزاويه الثانيه دي ما خرجتش نهائي، وجول صحيح 100%. بالمناسبه الجول ده يحسب جدا لتحرك رافينيا في الوقت المناسب، لان يا جماعه التايمنج اقسم بالله بيختلف من لاعب للتاني، تتحرك امتى وازاي وفي الوقت المناسب على خط الاوفسايد بالظبط وتبقى واقف لوحدك. رافينيا مش اول مره تحس ان هو واقف لوحده منه للجول، ده ملوش اي علاقه بالفينش بتاعه حلو ولا لا، ده ليه علاقه بتمركزه وليه علاقه بالتايمنج بتاعه، الوقت اللي بيتحرك فيه. ده ذكاء من لاعب اكتر ما هو مهاره منه. بص، الهدف الثاني من وجهه نظري الشخصيه بعيد خالص برضو، انا بكلمك والله بكل حياديه، يعني انا حاسس ان الكره دي كانت المفروض ان هي تقف، خصوصا ان الحكم المفروض كان شبه صفر. هتقول لي يعني ايه شبه صفر؟ هو يا صفر يا ما صفرش. ما هو ما تقنعنيش ان حكم بيحط صفاره في بقه عشان يعني يلعب بيها مثلا، هو خلاص انت هتصفر بس لقيت كره رايحه جول فما صفرتش، فدي غريبه بصراحه. خلاص كره اتشاطت في وش لاعب، اللاعب ده وقع، خصوصا ان هو وقع في منطقه ال 18، فطبيعي جدا ان انت تصفر. لكن فكره بقى هو هدف مستحق ولا لا، دي برضو حاجه مش احنا اللي نقدر نحددها، احنا مجرد ناس بنقول راينا مش اكتر، فانا اكيد برضو منتظر رايك لده، لكن انا من وجهه نظري الحكم كان المفروض يصفر. ماشي، خلينا ماشيين كده تسلسل الاحداث للاهداف زي ما بدانا من اول الفيديو، بعد كده هنرجع تاني للقطات التحكيميه اللي هي كانت بعيد خالص عن الاهداف. خلينا نتكلم بقى عن الهدف الثالث يا جماعه. بص، عشان نبقى متفقين كده، في يعني في ناس مشجعين لريال مدريد يعني ما بيلاقوني بمدح شويه في لعيبه برشلونه، مع ان تقريبا يعني تقريبا كل الناس بتمدح في لعيبه برشلونه حتى لما بيشجعوا ريال مدريد، خصوصا الموسم ده او الموسم اللي فات يعني بالتحديد. بس بصراحه يا جماعه يعني ما اقنعني ازاي اقدر اشوف حاجه زي كده وما امدحهم؟ ازاي اقدر اشوف اللي بيعمله لامين يامال من اول الماتش وما امدحوش؟ سيبك من المان اوف ذا ماتش، هنتكلم عن التقييمات في الاخر. انا بكلمك عن الثقه والهدوء، دي مش ثقه واحد عنده 18 سنه يا جماعه. انا عارف ان الكلام ده اتقال كتير قوي ومن ناس كتير، بس ده فعلا بيثبت لنا كل ماتش عن التاني. وبجد يا جماعه بعيد برضو عن موضوع ريال مدريد وبرشلونه، فعلا جماهير العالم كله حتى مش جماهير ريال مدريد ما بتصدق الواد ده بس يغلط غلطه كده او يقع وقعه في اي ماتش من الماتشات بيمسكوه سلخ، فمعنى ان هو يعمل حاجه كويسه فدي حاجه لازم تتقال يا جماعه. ما تقنعنيش واحد يكلفت 2 3 كده ويلبسهم في بعض، العيال عيني واقفه بترقص تقريبا ويحط الكره في ال90 اكنه بيلعب بلاي ستيشن، وما تطلعش تمدح في حاجه زي كده. الارتو بتاعت لامين يامال فعلا بقت مسطره، رفعات لامين يامال فعلا بقت مسطره، تدخلات لامين يامال مش زي الموسم اللي فات ولا اللي قبله، ما بقتش عنيفه، ما بقاش يجازف برجله، لان دي مش جرينتا. الجرينتا فعلا ان انت تقدر تكمل الماتش، لكن بعيد خالص عن ان انت تتصاب، يعني انت مش جاي تبوظ رجلك. نيجي لطرد المهاجم اللي انا لحد دلوقتي مش مستوعب. في ناس بتقول يعني المفروض ان انت طالما جيت على لعيبه ريال مايوركا المفروض ان انت تكون رحيم معاهم شويه. رحيم في ايه؟ لقطه زي دي ازاي ما تبقاش طرد؟ اللقطه دي من وجهه نظري هي مش طرد بس، ده المفروض اللاعب ياخد وقف اكتر من ماتش، ده لو مش اكتر من شهر كمان على تدخل عنيف زي ده. حاجه بديهيه جدا لاي لاعب كوره حتى لو مش محترف، حتى لو بيلعب كوره هواه اساسا، لما يلاقي ان رجله قربت من وش لاعب طبيعي جدا ان هو يحرك جسمه كله، يغير اتجاه جسمه ويحرك جسمه كله، ان شاء الله يتشقلب حتى، غير ان هو يخش برجله بعزم ما فيه
في وش الحارس، فطبعا هي طرد 100%. ده غير ان اللاعب لازم يتوقع عليه عقوبه كمان. ولكن زي ما المثل بيقول، زي ما بتقول اللي ليك برضه لازم تقول اللي عليك. خلينا نتفق على حاجه، ولو شفت حاجه غير كده فده مؤاخذه في الكلمه يعني تبقى بتحور. كره رافينيا كره من ظهر اللاعب، ده غير ان هو داخل في منطقه خطر جدا قريبه من ركبه اللاعب، ومن غير ما اللاعب اصلا يكون شايف رافينيا لان هو من ظهره. الكره دي استحاله تبقى كارت اصفر، الكره دي طرد 100% لرافينيا. قبل ما نتكلم في التقييمات اللي قلت لك نسيبها للاخر، عايز اشيد بس بكام حاجه كده يا جماعه ممكن يكونوا مش موجودين في التقييمات وممكن ما نقولهمش اصلا في التقييمات، وهم باكين برشلونه اذا كانوا الاساسيين او الاحتياط. بلدي دي حاجه يعني معروفه عني من بدري اصلا ان انا معجب جدا ببلدي وتطور بلدي خصوصا مع هانسي فليك، تطوره البدني قبل تطوره في الملعب. رجوعه بعد الاصابه كويس ان هو قدر يتعافى وعرف يرجع تاني بنفس الشغف وبنفس المستوى، ودي حاجه كويسه جدا، وهتشوف تطور قوي جدا من بلدي الفتره اللي جايه. بص انا مش بقول لك ايريك جارسيا وحش، ايريك جارسيا كان كويس، هو ظهوره ما كانش قوي كمساهمات تهديفيه لقدام يعني كاسيستات او جوال، لكن ده باك يمين. كل ده كوم مش بنقلل من اللاعب خالص، ولكن شتان الفارق بصراحه ما بينه وما بين كوندي. انا ممكن اتفهم ده لو انت بتريح كوندي مثلا عشان ما تغلطش غلطه الموسم اللي فات، خصوصا ان هو اتصاب الموسم اللي فات وقعد فتره كبيره بعيد عن الملاعب، بتحاول توازن ما بين الاثنين. بس اعتقد ان خروجه بره الملعب كتير وعدم مشاركته بشكل اساسي دي حاجه ممكن تخلي مستواه يتراجع. ماشي حافظ عليه، بس برضه اللاعب بيحتاج ان هو يبدا اساسي، بيحتاج ان هو ياخد ثقه في ماتشات متوسطه او اقل من متوسطه عشان في الماتشات الكبيره يكون عند حسن ظنك. هنشوف عادي جدا، ممكن يكون كان اول ماتش بس بيريحه ولسه رجوع كده عشان الرجاله برضه كانت في اجازه يعني، ولا هيعتمد برضه على الموازنه ما بين الاثنين على مدار الموسم، دي حاجه لسه هنشوف. نيجي بقى للتقييمات، وانا كنت فعلا مستني فيديو طويل من بدري ابتدي بنفس فكره نفس سلسله الفيديوهات الطويله والشغف بتاع سلسله الفيديوهات الطويله عشان اتكلم عن تقييمات اللعيبه زي ما كل يوتيوبر بيعمل يعني تقريبا، بس احنا دايما كده بنحب نبقى مميزين يعني. مش عايز اجود بقى وجود تميز قوي يعني، بس عاده اي حد بيتكلم عن التقييمات لازم في الاغلب كده بنسبه كبيره تلاقيه بيهزر. قلت ليه لا نعملها بشكل مختلف ونكون بنتكلم بجد، وفي نفس الوقت الناس تكون مستنيه فقره زي دي في الفيديو. فعود نفسك من هنا ورايح على فقره التقييمات اللي هنعملها في اخر فيديو من فيديوهاتنا الطويله من السلسله اللي احنا بنعملها الجميله دي بشكلها المختلف، ان احنا هنجيب التقييمات اللي اللعيبه واخداها فعلا، وهقول لك كل تقييم اللعيب واخده، وهقول لك وجهه نظر، وبرضه هبقى مستني وجهه نظرك انت كمان. فركز معايا عشان انا متحمس جدا لحاجه زي دي بصراحه. لو هنبتدي من جارسيا الحارس، وده واحد لسه داخل التشكيله دلوقتي، فهو واخد تقييم 8.1، واعتقد ان هو تقييم مناسب جدا يعني. لو التقييمات دي ما كانتش مكتوبه انا اعتقد كان ممكن اديله تقييم 8، لان هو ما عملش تقريبا الحاجه الواو اللي يستاهل عليها اكتر من كده. مفيش كور كتير كانت بتروح له تقريبا، فرقه مطرود منها لاعبين، شاطت 4 تسديدات بس على المرمى منهم 2 اون تارجت، فاعتقد ان هو ما عملش المجهود الخرافي من حارس. ولكن مش هنطول عند كل لاعب، بس في حاجه مهمه لازم نقولها، المهاجم موريكي اللي هو اللي اتطرد من فرقه ريال مايوركا كان فعلا عنده شوطه مهمه جدا جوه ال 18 وخدع لاي حارس، ولكن تمركز جارسيا فاجئني بصراحه ان هو كان واقف ومستنيها، ودي حاجه تحسب له فعلا. ايريك جارسيا زي ما قلنا من شويه كموازنه ما بينه وما بين كوندي، ان انت تقدر تريح كوندي اللي هو اكتر واحد عندك اصلا بيشارك بعدد الدقائق وبيعمل مجهود في برشلونه، فهو عمل لك المطلوب وسد الخانه، وكان بيساهم برده قدام شويه حتى لو مش قوي جدا هجوميا، بس كان بيعمل اللي عليه. الراجل واخد تقييم 7.9، اعتقد ان هو ممكن ياخد 7 من 10، مناسبه جدا ليه وكفه ووفى بصراحه. اروخو وكوبارسي الاثنين واخدين تقييم 7 من 10، هم قطعوا كور والهجمتين اللي راحوا على برشلونه كانوا مؤثرين عليهم وما كانوش محسسين ان الهجمتين دول خطيرين قوي يعني، لكن برضه ما حدش يقدر ينكر ان هم ما اختبروش النهارده تقريبا خالص. بلدي واخد تقييم 7.3، ودي حاجه غريبه جدا بالنسبه لي. بلدي من احسن اللعيبه اللي كانت في الملعب النهارده من وجهه نظري، فلو انا اللي هقيمه ما اعتقدش هديله اقل من 8.5 9. الحاجه الاغرب ان ديونج واخد تقييم 7 وبدري واخد 8، وانا شايف ان ديونج النهارده كان عامل اللي عليه وزياده، ماسك نص الملعب كويس جدا. عارف انت هتقول لي ايه، وعارف ان الفرقه اللي قدامنا اي حاجه ممكن نتكلم عن تقييم اللعيبه هتقول لي الفرقه دي مطرود منها لاعبين، بس برضه خلي بالك ريال مايوركا عملوا ماتش محترم جدا، وبعد الطردين الناس كلها كانت متخيله ان هم ممكن يتعبوا سكور، وده ما حصلش. يامال واخد المان اوف ذا ماتش طبعا، جايب جول واسيست واخد تقييم 9.2، طبعا يستحقها 100%، بس في حد كده ممكن يعلى عليه شويه من وجهه نظري وهنجيله قدام شويه.
فيرمين لوبيز هو اقل تقييم في تشكيله برشلونه النهارده، واخد تقييم 6.8 وخارج في الدقيقه 46. وبغض النظر انا مش عارف داني اولمو قاعد ليه، بس اعتقد ان هو نفس سبب كوندي، اذا كان بتريحه واذا كان خايف عليه من الاصابه. بس ده ما يدلش على اي حاجه، عادي جدا، لعيبه كتير جدا بتكون راجعه من الاجازه مش في قمه تركيزها، ولكن فيرمين لوبيز النهارده ما كانش سيء للدرجه يعني. فانا لو هديله تقييم اعتقد ممكن اديله يعني تقييم اعلى من كده شويه، 7 7 ونص بحد اقصى. فران توريس كف ووفى، واخد تقييم 7.8 اللي هو يعتبر 8 من 10، ودي حاجه اعتقد ان هي مناسبه جدا. برضه بيقوم بدور ليفاندوسكي اللي هو اصلا مش دوره. فران توريس يا جماعه مش مهاجم صريح، لكن هو بيحاول يسد خانه على قد ما يقدر، وكل ما بتحتاجه في مركز زي ده، زي ما شفنا في الكاس السنه اللي فاتت، كان بيأدي كويس جدا وبيسجل لك كمان. يجي بقى لاخر حاجه، اللاعب اللي واخد تقييم 8 من 10، ودي حاجه غريبه جدا بالمناسبه بالنسبه لي، وهو رافينيا. رافينيا يا جماعه ما حدش يقدر يختلف ان هو كان من واحد من احسن الناس اللي في الملعب النهارده، بغض النظر عن الجول بتاع لامين. بس رافينيا ما يقلش حاجه خالص عن لامين، وبحس دايما رافينيا مظلوم في الحته دي قوي يا جماعه. ممكن يكون واخد التقييم ده برضه حتى لو هو مسجل جول، بس عشان الكارت الاصفر وتدخلاته العنيفه. بس مساهمات رافينيا الدفاعيه يا جماعه بالنسبه لي اعلى بكتير قوي من يامال. رافينيا اكتر واحد تقريبا بيبذل مجهود في الملعب، انا بشوفه كتير جدا بيرجع يغطي، بشوفه كتير جدا في ال 18 عند برشلونه، ما اعرفش حرفيا بيعمل ايه، بيقطع كور كتير وبيرجع مرتدات، بيجري، بيروح على الخط، بيضم لجوه. الراجل ده لو في لاعب بيعمل اللي عليه 100%، فاعتقد ان رافينيا بيعمل 150 160% من اللي عليه، ده لو مش 200 كمان. بالنسبه لي الراجل ده تقييمه ما يقلش عن لامين يامال، وممكن 9 ونص كمان. بس كده ده اللي كان عندي، مش تقول لنا رايك انت مين كان احسن واحد في المباراه. اتمنى اكون شرحت كل حاجه بشكل مبسط كده بعد الماتش على طول. دي اول فيديو تحليل لينا، انا فعلا ما كنتش مجهز اي حاجه، في غلطات في كلامي او ترتيب كلامي او حاجه نسيتها، فحاول تعديها لي يعني. صلى على النبي وفايتك.